دكتور شنو رايك في هذا الشيء اللي طرا البارح؟ هذا اللي طرا البارح راه بعد اكثر دعايته من حقيقته. انا كنت في العيون وجيت البارح في الطائره مع حمدي ولا الرشيد شادين الاخبار، وكنا في الصالون دونير في العيون شادين الاخبار وشربنا كاع تاي البلد، ولا بغينا الا الخير والاحسان. هذه كانت هي اللي باينه وما زالت هي اللي باينه، ولا تبقى دائما هي اللي باينه، التقدير والاحترام والمحبه والمعزه اللي بيناتنا. اذا هذا الشيء مجموعه من انصار اللي جاءت بحماس للمطار، متلقيه الحمدي، متلقيه المولي. انا لا علم لي بها، ونأكد اني لا علم لي بها، لا ما زدت في العيون ولا الين جيت اجبرتها فعلا، انصحتهم وقلت لهم ماذا بيقولوا ويارثوا يمشوا بحالهم. واعلن حمدي اللي عدل ان انا مشيت شر العيون وفهمته انه ما هو ماشي، قال انه ما هو ماشي بالتركه ومن حزب وشاب اقلبيه، وان اقلبيه دارت رئيس، هذا عادي. اعلنا احنا اللي كنا داير نطرحوا له والله نشدوا مع الاخبار، اعلنا حزب متحال، الاتحاد الدستوري متحالف مع الاستقلاليه، واحنا ناجحين جوج العناصر وهم السته. اذا كنا نبقوا نسخوا للمستقبل، لان اللي راه هذه ما هي قضيه اسبوع ولا شهر ولا شهر، هذه راهي 6 سنين اللي مفروض علينا نخدموا في البلاد ونتعاونوا، سواء استقلالي ولا اتحادي ولا تجمعي. اذا هذه الناس نصحناها كامله وقلنا لها تمشي. بالنسبه لداري، اللي وقع عند داري فعلا جات تركه شاشره، انا بالنسبه لي ما نحاسبهم، يهجموا على الدار ودقدقوا السيارات، ولكن لين جات البوليس قلت لهم اني ماني شاكي بهم ولاني متبعهم، هذه داريان وذوتاتي وذول بمثابه اولادي. دخلنا الوتات في الكراج وقست حمدي وتعشيت معاه في الدار اللي هو فيها، ولا كاين الا الخير، وهو مازال يقد العشيه يجيني لين يعود عنده الوقت في داره الخطوره. داره الخطوره يحسبوها للرشيد انها دارهم، كيف داره للرشيد؟ بالنسبه له الخطور حاسبينها دارنا ونجوهم، واولادهم اولادنا وامناتهم امناتنا واخوتهم اخوتنا واخوتنا اخوتهم. اذا ما كاين اي مشكل، ولا كاين حد من عائله الخطور ولا من اهل الخطور ولا من ذاك عنده علاقه ولا اي مشكله مع اي حد.